مش معقولين بالمرة، مش ممكن ما فماش تاريخ يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه الجمهور بس النادي الاهلي. مش ممكن الشياطين الحمر مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. اهلا بكل الاهلاوية، اعظم جماهير لاعظم نادي في الكون، وصواريخ حمراء جديدة، الهرم المقلوب والدنيا اللي بقت ماشية بقفاها. من زمان قوي وانا بقول ان الدنيا بقت ماشية بقفاها، وكل يوم بيتأكد لي انها فعلا ماشية بقفاها. لما يبقى صحفي واعلامي ورمز اهلاوي بقيمة وقامة ابراهيم المنيسي ويخرج واحد هبط علينا بالباراشوت ويتطاول على المنيسي، يبقى الدنيا ماشية بقفاها. ولما يبقى رمز اهلاوي أسرى الحياة الرياضية وله تاريخ بحجم وقيمة عادل القيعي ويطلع واحد مأجر ساعتين في قناة بشوية قرشينات عشان يتطاول عليه، تبقى فعلا بقت ماشية بقفاها. عاوزين تتأكدوا ان الدنيا بقت ماشية بقفاها فعلا واني مش ببالغ؟ اسمعوا الفيديو ده. في اسطورة اسمه النادي الاهلي. غريبة، الناس لازم تفسرها بطريقتها. لما يطلع المستشار مرتضى منصور يطلع وطلع واتكلم في مداخلة وقال اللي بيحصل ده كدنسة. فوجئنا ان في برنامج اسمه كتابة وكتابة تقريبا والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال يقدموا الاستاذ ابراهيم ابو حليقة المنيسي والاستاذ المهندس الزراعي الاستاذ عدلي. بيقولوا يعني دول انا بعتبرهم، يعتبر ده مش شغل اعلام، ده شغل صنايعيه. اللي بيحصل ده ليه يا جماعه؟ انا بقول كده لان بصراحه انا شايف الكلام اللي بيحصل ده ما فيهوش مهنيه يا جماعه، ما فيهوش، يعني مش بيتكلم مع المشاهد بتاعه بمصداقيه. بمعنى ايه؟ ان انا بدخل في قصه واسيب الموضوع الاساسي وادخل في موضوع تاني، زي بالظبط ولا تقربوا الصلاه. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ بمعنى انا دلوقتي هو بيتكلم على كده النسا، بيقول في مكالمه حصلت مع الكابتن مدحت شلبي، المستشار مرتضى منصور بيقول كده النسا. مسكوا سابوا المكالمه كلها وسابوا اللي قاله مرتضى منصور ومسكوا في كده النسا. اولا يا استاذ ابو حليقه، هو لما اتكلم المستشار مرتضى منصور مع احمد شوبير لما حضرتك جبت المداخله، هو كان بيتكلم بيقول ان مهندس محمود طاهر ما يخضعش لاراء الاعضاء بتوعه ويخلي الجمعيه على يومين. هو بيتكلم على الاجراءات، ما بيتكلمش على اللائحه. وكان بيتكلم كلام منطقي وواضح مع الكابتن احمد شوبير يا استاذ ابو حليقه. هو بيتكلم بيقول ان لو احنا ما نخضعش لنحد ذوقنا ونعمل كده. وكان بيتكلم على الكابتن محمود الخطيب ان هو قدم تنازل على القضيه اللي رفعها الكابتن المهندس محمود طاهر ضد اللجنه الاولمبيه، فبيقول له عشان يكسب اللائحه. طب استنى اصبر على الكابتن محمود، تصيب الموضوع يمشي في مجراه، يمكن اللائحه تكسب القضيه، يمكن محمود طاهر يطلع صح. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ فده في ايه كده نسا؟ انا مش فاهم. كده النسا بقى اللي انت مسكت فيه عشان تضلل جمهورك المحترم اللي قدامك. انت سبت كل اللي اتقال في الحلقه، وسبت كل اللي اتقال في جمله مرتضى منصور مع الكابتن مدحت شلبي لما قال له انا في ورق معايا يجرحك. حضرتك ما تطرقتش ليها خالص، حضرتك ما ردتش عليها نهائي، حضرتك ما اتكلمتش نهائي. قال في كلام لو قلته هيزعلك، في كلام لو قلته هيجرحك. حضرتك ما ردتش عليه خالص، حضرتك ما ردتش عليه نهائي. لو حضرتك زي ما رديت على كلمه كده نسا، خليك جريء كده انت ابو حليقه وقول له ايه الكلام يا مستشار يا مرتضى منصور اللي هو يجرحني. قول واجه. زي ما اتقال عليكم عصابه وما رضيتوش، زي ما اتقال عليكم خدتوا فلوس وما رضيتوش. انتوا ما فيش غير نادي الزمالك بس قدامكم، ده اللي حاطينه في عينكم وده اللي حاطينه فوق دماغكم وزعقين. عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ في اسطورة اسمه النادي الاهلي.
لو هنتكلم كلام مهني وموضوعي ومسؤول يبقى هنرد على كلام اتقال مش على شخص بيقول. لكن لما تلاقي قدامك واحد بيهلفظ بالشكل اللي سمعتوه ده يبقى انت مضطر تقول له سد خشمك والزم حدودك، واعرف انك بتتكلم عن اسيادك في المهنة، ده اذا كنت انت في الاصل لك علاقة بالمهنة. وبعدين انت فاهم يعني لما تقول برنامج كتابة وكتابة على اشهر واقوى برنامج رياضي اللي هو ملك وكتابة، يبقى انت كده بتقلل من قيمته، ولا انت بتهرب من ذكر الاسم خوفا من المساءلة زي ما سيدك علمك؟ وعشان اعرفك انك غلبان وعلى قدك فلازم تعرف ان كلمة صنايعي اللي انت عمال تكررها دي شهادة للمنيسي والقيعي، لان في مهنة الصحافة والاعلام لما تحب تتكلم عن احترافية صحفي او اعلامي بتقول عليه صنايعي، وبعدين انت زعلان وبتقول ان مرتضى وراه ناس ترد. طيب وايه الجديد؟ اهو كده انت اعترفت وعرفنا مقامك وتمامك. لكن احنا لما بنرد وبندافع فبندافع عن كيان عظيم ورموزه وجماهيره، يعني مش دراويش ولا بلاليص لحد. ثم فين هو كلام مرتضى اللي ممكن المنيسي والقيعي يناقشوه في البرنامج؟ هو مرتضى بيقول ايه غير السب والشتم والخوض في الاعراض؟ واخيرا اسمع الكلمتين دول: مش هنسيبها تمشي بقفاها وفاسد يتجاوز حدوده، ويغلط في الملك او يطلق عليه العبيد من قروده، ولا بلاصي يتهته واخره يتكلم عن المش ودوده. الاهلي كيان وتاريخ، سطوره هي حراسه واسوده. وعجبي في اسطوره اسمه النادي الاهلي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.